بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة أمين. اليوم جبت لكم وصفة شابة اللي هي تشيز كيك على طريقة تجي بنينة وطرية وقوامها رائعة. راح نشوفوا الطريقة مع بعضنا والمقادير اللي هي عبارة عن كما راكم تشوفوا هذا المول هذا تاع تشيز كيك، هذا السرسو تاع السرسو هذا لازم يكون موجود عندك. ونحتاج كذلك الورق هذا اللي هو حامل الكيكات راح يساعدك. ونحتاج الكاطو هذا العادي اي نوع تاع كاطو عندك. ونحتاج 100 غرام تاع زبده. هذا الكاطو هذا اللي هو عباره عن 3 ب10,000، مش غالي. كنت رحيته في لاشواغ بهذه الطريقه هذه. شوفوا كيف رحيته. ذوبت الزبده 100 غرام تاع زبده، وراح نخلط الزبده. ندير في الاول قبل مغرف زوج في الاول، ونزيدوا المغرف الثالثه ونخلط بالعقال، ونزيد حتى نكمل الكميه تاع الزبده كامل نخلطها ونتحصل على هذا الخليط هذا المبسس. راح نفرغه في المول تاعي هذا تاع السارسو، نفرغه مليح كامل ونحاول نسوي السطح ونزير عليها شويه هكذا حتى تتلم مع بعضها مليح، ونحطها في الفريجيدار تبرد. ومن الجهه الاخرى راح نديروا الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن لا كريم فريش اللي هي تاع 35% الخاصه بالحلويات. نسحقوا السكر كذلك، ونسحقوا الجيلاتين 10 غرامات تاع جيلاتين، نسحقوا مغرف تاع نص حبه تاع الليمون. ونحتاجوا كذلك البتي سويس تاع هذا النوع هدايا، وربع كاس تاع ماء. الربع تاع كاس تاع الماء هذا راح نفرغ فيه 10 غرامات تاع الجيلاتين، نفرغوا عليه. الجيلاتين هذا متواجد في الاسواق اللي يبيعوا دوزان الحلويات، راح تلقاو فيهم يبيعوا فيهم بالميزان. نخلط مليح الجيلاتين مع الماء ونحطه بجهه حتى نتجانس المكونات مع بعضها. ونحاول نجيب كيفات ونفرغ فيها الكميه من الكريم فريش. ونحاول حسب السرسو تاعك كبير ولا صغير. الا السرسو تاعك كبير كبري زودي في الكريم فريش تاعك، ونخلطها مليح بالباتور حتى نوصل للنصف 50% من الاختلاط. وندير لها السكر 3 مغارف تاع نفرغ لهذا 3 مغارف تاع سكر يعودوا مش معمرين بزاف كما راكم تشوفوا، 2 مغارف كبار مليح ولا 3 مغارف مش معمرين بزاف. ونزيدوا نخلطوهم مليح، ونزيد نضيف لهم الجيلاتين، خليط تاع الجيلاتين والماء، ونضيف لهم القارص كذلك عصير الليمون، ونخلطهم. نكمل الخلط، وبعدين راح نضيف البتي سويس تاع النوعيه هذايا متواجد كذلك في الاسواق. ندير 3 علب في 3 نديرهم ونخلطهم مليح حتى نتحصل على خليط متماسك مليح. نضيفه للخليط الاول كطبقه ثانيه، ونسوي السطح ونحطه في الفريجيدار كذلك في الثلاجه يزيد يبرد مليح. ما بين نروح نشوفوا الطبقه الثالثه. هكذا بعد ما سوينا السطح مليح تاعي نروح نحطه في الثلاجه، ونروح نشوفوا مع بعضنا الطبقه الثالثه هي اي نوع تاع شيكولا تحتاج تفضليها. درت 2 ذوبتهم في الميكرووند، نوعين درت تاع شيكولا وذوبتهم في الميكرووند. راح نضيف لهم قليلا، انا نخدم ميز عيني فقط البنات، قليلا من لا كريم فريش، ونقعد نخلط فيها حتى نتجانسوا كذلك المكونين هذا مع بعضهم. وبسرعه نضيفها عاد كطبقه ثالثه للتشيز كيك تاعنا. ومع نسرع العمليه باش نسويه على سطح باش ما تيبسناش الشيكولا تاعنا هذه، لان التشيز كيك تاعنا راهي بارده مليح. ونتحصل هاد التشيز كيك هذه من اروع ما يكون. بعد ما التزيين راح يكون اختياري كما حبيتي، وتجيك من اروع ما يكون. فقط نطلب من كل مشتركي قناتي انهم يشاركوا اصدقائهم هكا باش تعمل فائده. واللي مازال ما شاركش نطلب منه ان يشارك ويفعل الجرس ويدير لي جامو ابوني هكذا باش يوصلوا كامل الجديد تاعي. وان شاء الله نكون وفقت في هذا الفيديو ويكون عجبكم. والى الملتقى في فيديو اخر حبيباتي، سلام.